السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وسعادة. احنا طبعا اخر فيديو احنا بنطول عليكم بالفيديوهات، معلش احنا عارفين ان احنا مقصرين بالفيديوهات على الصفحة او القناة دي بالنسبة للطيور، بس ده غصب عننا والله. يعني احنا مش كل يوم هنطلع نصور مثلا 10 فرخات 20 فرخة يعني، فدي امر غصب عننا. احنا كنا اخر فيديو معاكم اتكلمنا عن الفراخ وان هي مش كويسة. تمام. احنا الوقت النهاردة كده 35 يوم بالنسبة للفراخ دي. الفراخ ده يا جماعة فيها وصل 2 كيلو في منازل، يعني من كيلو ونص. يعني هو الوقت فيها من كيلو ونص لعند 2 كيلو، 2 كيلو بالظبط. تمام. يعني مثلا تحت اللمبة دي 2 كيلو. تمام. شايفين في 2 كيلو ما شاء الله، يعني في 2 كيلو بدأ يشيل لحم. 35 يوم يعني معانا 5 ايام، معانا 5 ايام. احنا ان شاء الله المفروض ان احنا نخف منهم يعني 5 ولا حاجة، بس لان انتوا شايفين المكان ضيق عليهم. شايفين المكان ضيق عليهم تحت. دول 16، الباقيين 130 بمعنى اصح. يعني احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. قلنا ان الفرخ ده مش كويس، بس الفرخ بسم الله ما شاء الله، يعني اللي احنا شفناه انا وام عمار، ان الفرخ ده محتاج بيجي في الاخر، يعني بيجي في اخر 10 ايام او 15 يوم بيبدا يتغير فعلا، زي ما الناس قالت لي في التعليقات ان هو بيبدا في الاخر 15 يوم يتغير. هو ما شاء الله يعني من ساعه ما احنا عملنا الفيديو تقريبا من 10 او 15 يوم برضه بدأ مش كانوا كده، كانوا اصغر من كده بكتير. حتى الاضاءة مش كويسة كمان، لان احنا بالليل. شايفين الاضاءة مش كويسة خالص، فاعذرونا يعني. احنا دلوقتي ان شاء الله باذن الله، يعني لو احنا في مكان اوسع من كده وباكلوا براحة، يعني يعني خلي بالكم برضو ان المكان لما يكون واسع بيبدأ الفرخ ياكل براحته، يتحرك براحته. شايفين عامل ازاي؟ شايفين باكلوا برضو غصب عنهم، المكان ضيق. والمكان ده المفروض على خالص 10 فرخات، يعني كويس عليه خالص 10 فرخات. المنطقة اللي هم واقفين فيها دي اهي، عشان الناس بس تبقى عارفة. شايفين المكان ده كده اهو. المكان ده 10 فرخات يا دوبك عليه خالص، يبقوا تمام التمام. انا بطلقهم بالنهار بره والله، بطلقهم بخليهم يطلعوا بره بالنهار، لان الجو ما شاء الله هنا كويس خالص، على السطح مكنون. بسم الله ما شاء الله، حول ولا قوة الا بالله. يعني بيبقوا بالليل ايه، يعني بالنهار الشمس ساطعه في السطح، حتى هم شوف طالعين، يعني طالعين بره خش. والجو مية مية، يعني حتى الجو بسم الله ما شاء الله الجو دافي. يعني بالنسبه لنا احنا الجو دافي، مش عارف ليه. يعني انا كنت بقول الجو هيبقى يعني ساقعه، لا بس الجو كويس خالص الوقت هنا يعني. شايفين دول كده بسم الله ما شاء الله، يعني اسبوع يكون كل الموضوع خلصان معاهم. احنا دلوقتي هنحط لهم ميه ونحط لهم اكل، وهتشوفوهم الوقت هم بياكلوا هم بيشربوا. شوفوا يا جماعه، احنا بنعلف ايه؟ بنعلف الايمان السوبر. الايمان السوبر الاعلاف دي يعني بكام يا عمار؟ 590. دي شكارة 25 كيلو ب 590. وبرضه نفس الموضوع اللي هو الناعم، برضه نفس الموضوع 590 اهو. شايفين؟ ودي طبعا انشاره برضه، يعني كل حاجه متاحه بسم الله ما شاء الله. يعني اهي انشاره هي علف. معروف ان الشرقيه كلها بتشتغل بالعلف الايمان، المنصوره بالوادي، يعني كل منطقه لها نوع علف معين يعني. عبي يلا عبي. شايفين؟ زي ما قلت لكم احنا بنعلف هنا العلف الايمان. حط شويه كمان في الصينيه دهيت للجزء اللي ورا ده ياكل فيه. طبعا هي علفه واحده مش بتنفع يعني. حط لي بس شويه علف في دي كده 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 كده. مش كتير، لا مش كتير. حطها لي ورا اهو، مش مشكله بقى عادي.
هو المكان يا جماعه برضو مهما كان هو المكان هو اللي غصبنا يعني على الموضوع ده كله. المكان هو اللي غصبنا كده يا جماعه. عرفنا ايه الفراخ زي ما قلت لكم. احنا الفراخ دي يعني في اخر 10 ايام او اخر 15 يوم بتبدا تزيد معانا زي ما اتفقنا. يعني النوع مش كويس، مش وحش، النوع مش وحش، بس النوع عايز مكان واسع، مكان واسع. تدفئه برضه والتهويه والحاجات دي كلها بتبقى احسن زي ما الناس قالت. وكان في دكتوره معانا في التعليقات ما شاء الله عليها برضه عارفه الكلام ده. فهو عاوز شويه المكان يكون لو دول 10، لو دول 10 كان شكلهم شكل تاني، كان هيزيدوا عن كده. بس ان شاء الله ده احنا معاهم وباذن الله يكونوا 100 100. هم النهارده 35 يوم وبسم الله ما شاء الله يعني في 2 كيلو، في 2 كيلو الا. احنا عدينا كده المرحله اللي احنا كنا زعلانين منها كده كويس. حجم الفرخ بدأ يزيد معانا تمام. احنا بقى دلوقتي عاملين لكم مفاجأة تانية. احنا خلاص دول كده خلاص نقفل عليهم كده زي ما قلت لكم. انا طول النهار بفتح عليهم. ارفع عليها دي كده يا عمار، ارفع. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دول يا جماعه دول التانيين. نوع ايه ده؟ النوع ده يا عمار اسمه ايه؟ النوع اللي هو فيه النقطه السمراء اللي احنا بنحبه ده طبعا وبنحب ان احنا نربيه. بس مش كله فيه نفس ماشي. بس هو نفض، ظبط دي كده وننفضها. دول لسه جايبينهم النهارده، شايفين اهو. بسم الله ما شاء الله. ربنا يحسن سوقهم كده ان شاء الله يا رب ويكونوا احسن من اللي فاتوا. احنا طبعا لسه ما المكان كله مش ليهم. شايفين احنا عاملين دي قافلين بيها المكان على اساس ان المكان يكون محدود، لان ما يكبروا شويه بس تبدا يعني بعد 3 4 ايام كده ان شاء الله باذن الله ونبدا ان احنا نوسع لهم المكان كله. طبعا هم اول اسبوع او اول 10 ايام لازم يكون الاكل قدامهم على طول ما بنشيلوش. انا طبعا بعتذر عشان الاضاءه، بس غصب عني يعني الاضاءه اللي لونها صفرة فغصب عننا. المكان جوه دافي والدفا مخليهم بعيد عن بعض. شوفوا لما فتحت الباب بدأ يقوموا على بعض، فانا مش هقف لهم كتير. احنا بنغطي عليهم على طول. شيل الميه ديت كده، شيل الميه ديت وحش البتاع اللي فيها. شيل بايدك الاثنين عشان ما توجعش. نفض بس الميه اللي فيها اللي هي الوحشه او غيرها خالص. لا طب يلا عشان الحاجات اللي فيها يعني. طب يلا حطها يلا حطها. تمام. شايفين بسم الله ما شاء الله يعني اللي عند الوقت كده كويسين خالص بسم الله ما شاء الله يا جماعه. الفراخ الكبيره دي اقسم بالله انا ما جبت لهم دواء غير الدواء بتاع اللي هو الفيتامينات بتاعت اول اسبوع. اول اسبوع بس، هو اول اسبوع بس اللي احنا حطيناه فيه. غطي وغطي على حط تاني، نزل يعني احنا حطينا بس اول اسبوع اللي هي الفيتامينات اللي بتتحط عادي. الفيتامينات اللي بتتحط عادي لاول اسبوع اللي هي فيتامين الصبح وفيتامين بالليل، فيتامين الصبح وفيتامين بالليل. بس انما غير كده قسما بالله انا حطيت الفراخ التانية دي اللي تحت ده اهي، عملت لهم 5 ليمونات في الميه في يوم كده. حطيت لهم 5 ليمونات في الميه. وعشان الحلفان اللي هو اللي انت جبته اسمه ايه اللي هو بتاع مضاد السموم. مضاد السموم اللي احنا حطيناه فقط لغير اللي انا حطيتها ليهم تاني. يعني حطيتها لهم عشان خاطر طبعا انتوا عارفين العلف وبقى فيه نسبه سموم، فبتراكم السموم دي بتيجي عند عمر معين 18 20 يوم و35 يوم بيبدا ان هو تلاقي الفرخ نايم على ظهره ورافع رجله لفوق وميت. فاحنا بنحط مضاد سموم كل اسبوع. انا كل اسبوع بحط مضاد سموم مره على اساس ان السموم اللي في جسمه كلها تطلع بس. وهتطلع مره واحده ليمون، وهو دي اللي انا حاططها ليهم. انما لا ادويه ولا اي حاجه حاططها للفراخ دي. ان شاء الله ناكل منها وهعرفكم طعمها كان عامل ازاي باذن الله.
انتوا ادعوا لنا بس ربنا يصلح حالنا. المكان لو واسع شويه، لو عندي يعني احنا لو في البلد في مكان واسع كنت هتشوفوا حاجه تانية خالص غير كده، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، وباذن الله كل حاجه تبقى تمام. بس احنا بنحاول نخفف، يعني احنا لما نحط المكان ده لما ياخد له مثلا المكان اللي انا عامله ده كله، دي ياخد له 10 فراخ مرتاح. ال10 فراخ بس هم صغار ياخد له 20 30 40 50، بس تبدا لما يكبر يبدا كده كده الفرخ عاوز مساحه. واحنا عارفين ان ال10 فرخات في متر في متر 10 فرخات معروفين يعني. طبعا ديت مترين في 80 سم او 90 سم، فيدوبك عليها مثلا 15 فرخ او 13، قول 15 يبقوا حلوين خالص. فالحمد لله ادعوا لنا واحنا معاكم على طول. في ناس كانت بتقول متاخر علينا بالفيديوهات، بس ده غصب عننا طبعا، غصب عننا موضوع الفيديوهات ده، عشان احنا بس الموضوع الفراخ او الطيور عموما مش متاحه. الطيور عموما مش متاحه. لو الطيور متاحه عندي على طول زي الاول قسما بالله ان يوميا انزل لكم فيديوهات، بس غصب عني، لدرجه ان انا فكرت اغير محتوى القناه. يعني انا فكرت اغير محتوى القناه، بس يعني بنقول مثلا شويه بس عما ربنا يسهل الامور ونشوف مثلا المكان افضل من ده، يكون نعرف نربي فيه طيور، نعرف ناخد لنا حته مزرعه. يعني احنا هواة الطيور، هواة الطيور. اذا الحال ما ربنا ما ارادش لينا مثلا حته اوسع او كده، يبقى هنغير محتوى القناه خالص، لان هيبقى مفيش طيور، هيبقى مفيش طيور. بس لعند الوقت لسه في طيور. يلا يا جماعه حطوا لنا لايكاتكم الحلوه، والناس اللي ما اشتركتش في القناه تشترك، والسلام عليكم.